قضية النهاردة من العراق وتحديدا من بغداد حصلت عام 2022 لما أهل زهراء وكمان أهل جوزها وجوزها شخصيا طلعوا على السطح بتاع بيتهم عشان يتفاجئوا بزهراء متفحمة. فطبعا اتصلوا بالشرطة والشرطة جت وحولت جثة زهراء للطب الشرعي، بس في الآخر الشرطة متعرفش توصل لحاجة وتقيد القضية ضد مجهول، لأن زهراء ما كانش لها أي عداوة مع حد علشان حد يطلعها على السطح ويعمل فيها كده، ولا يا ترى اصلا هي اللي عملت كده في نفسها. فالقضيه اتأيدت ضد مجهول، وكمان اتدفنت زهراء عشان يجي بقى ضابط من مكافحة الجرائم في العراق ويقرر انه يفتح القضية دي تاني ويحل لغز وجود زهراء متفحمة على السطح، ويعرف ان السبب في ده كله لعبة. وتبدأ القضية بقى لما زهراء اللي عندها 20 سنة اللي من عيلة متوسطة وكان معروف عن عيلتها السمعة الطيبة وإنهم ناس محترمين، ومعروف عن زهراء كمان إن هي بنت مؤدبة جدا، بس زهراء كانت مش متعلمة، يعني ولا بتعرف تقرأ ولا بتعرف تكتب. وفي يوم بقى عمتها جابت لها عريس قريبهم من بعيد، بس عيلة زهراء عارفين عيلة العريس، والعريس اسمه حيدر وشغال موظف في بغداد وأكبر من زهراء بكام سنة. فطبعا اتعرفوا على بعض وأهل زهراء رحبوا جدا بالجوازة من حيدر، وتم الجواز بين زهراء وبين حيدر، واتجوزت زهراء في العمارة اللي ساكن فيها أهل حيدر، بس طبعا كان ليها شقة لوحدها عايشة فيها. بس طبعا بعد الجوازة بفترة بسيطة كده بدأت المشاكل تحصل بين زهراء وبين أهل حيدر، مشاكل عائلية عادية يعني زي اللي بتحصل عادي. والمشاكل دي تحديدا كانت بين زهراء وبين حماتها وبين زهراء وأخت جوزها. بس حيدر بقى كان عصبي جدا، في كل مشكلة من دول يزعق جامد ويقعد يضرب في زهراء، وزهراء تزعل وتروح عند بيت أهلها، وأهلها يبعتوا لحيدر ويبدأوا يصلحوا بين زهراء وحيدر، وحيدر يعتذر لزهراء ويوعدها إن هو معادش هيكرر كده تاني ومعادش هيمد إيده عليها. وزهراء بعد ما اتجوزت حملت وكمان خلفت بنت. بس خلال فترة الجواز دي كلها والمشاكل مستمرة ما بين زهراء وحماتها وبين زهراء واخت جوزها، وحيدر كل شوية يضرب زهراء ويتروع عند بيت أهلها. بس حصلت مشكلة برضو بين زهراء وبين حماتها، واتدخل حيدر وضرب زهراء جامد جدا لدرجة إنه كمان خانقها وكمان خدها ووداها عند بيت أهلها. والستر ربنا يعني زهراء ما ماتتش في إيد حيدر لما خنقها، وخدها ووداها بيت أهلها كمان. فأهل زهراء بقى قرروا إن لازم زهراء تنفصل عن حيدر، لأنه حاول يخنقها يعني ممكن يموتها في أي لحظة. فقرروا إن ما عادش ينفع الجوازة بين زهراء وبين حيدر. وفعلا قعدت عند أهلها فترة، بس خلال الفترة اللي كانت قاعداها عند بيت أهلها بقى حيدر كان بيحاول يصالحها كتير، وراح كمان عند بيت أهل زهراء وقعد يعتذر لهم، بس هم رفضوا إن يرجعوا معاه زهراء وقالوا له إن هي مش هترجع معاك وإن كده خلاص يعني هتتطلقوا من بعض وإنك لازم تطلقها، ده أنت كل شوية بتضربها وكمان حاولت تخنقها وتموتها، فمش هينفع ترجع معاك. بس بقى حيدر كان مصمم إنه يرجع مراته وكمان بنته، لدرجة بقى إن حيدر دخل أهله كمان وخلى أهله يروحوا عند بيت أهل زهراء ويعتذروا لهم ويوعدوهم إن حيدر ما عادش هيعمل كده تاني وما عادش هيمد إيده على زهراء. وكمان حيدر راح لهم وقعد يحلف لهم كتير إنه ما عادش هيمد إيده على زهراء تاني وإنه هيعاملها كويس. وطبعا أهل زهراء صدقوهم يعني، ورجعوا زهراء مع حيدر على بيتها، عشان زهراء لما ترجع على بيتها مع حيدر، حيدر بقى يتغير خالص ويعاملها كويس، والعلاقة ما بين زهراء وما بين أهل جوزها كمان بقت أحسن ومعدوش بيعملوا مشاكل مع بعض. لدرجة إن زهراء جوزها حيدر اشترى لها موبايل علشان يفرحها، لأن زهراء كل الفترة دي وما كانش معاها موبايل. وطبعا أهل زهراء كانوا دايما بيطمنوا على زهراء وبيسألوها حيدر عامل معاكي إيه وكمان أهله عاملين معاكوا إيه، عشان زهراء كانت دايما تجاوبهم وتقول لهم حيدر بقى كويس معاها جدا وكمان جاب لها موبايل علشان يفرحها، وأهل حيدر بقوا كويسين جدا معاه. فمن هنا أهل زهراء بقوا مطمنين على بنتهم زهراء. علشان يجي في يوم تخرج زهراء مع حماتها رايحين على الكوافير، وحيدر كان موجود في البيت ونايم في أوضته، علشان بعد كام ساعة من خروج زهراء من البيت
حيدر يشم ريحة وحشة جدا جاية من على سطح البيت، علشان يصحى من نومه على الريحة دي ويطلع بسرعة على سطح البيت، فيلاقي مراته زهراء متفحمة، حد مولع فيها ومحروقة على الآخر لدرجة إن هي بقت متفحمة. فطبعا انصدم من المنظر اللي شافه وقعد يصرخ، فأهله كلهم طلعوا وكمان الجيران، وبسرعة الناس اتصلت بالشرطة، والشرطة جت طبعا عينت المكان ورفعت كمان البصمات فريق البحث الجنائي، بس ما يلاقوش أي بصمات غريبة ومفيش أي بصمات موجودة، وموجود جنب جثة زهراء جيركن بنزين. فيا ترى بقى زهراء هي اللي فضت على نفسها البنزين وولعت في نفسها، ولا حد هو اللي عمل كده في زهراء؟ علشان الشرطة تبدأ تحريات ويعرفوا إن دايما كان بيحصل مشاكل بين حيدر وزهراء، وتبدأ بقى الشرطة تحقق مع كل أهل زهراء ومع كل أهل حيدر، وخاصة بقى أهل حيدر لأنهم آخر ناس شافوها، عشان حماتها تقول إن هي كانت معاها في الكوافير ورجعت معاها، بس هي ما شافتهاش خالص وهي طالعة على السطح. وكمان أهل حيدر كلهم اللي عايشين في العمارة يقولوا إن محدش لمح زهراء خالص وهي طالعة على السطح. وبالتحريات بقى مع حيدر، حيدر يتوقع يعني إن ممكن زهراء هي اللي تكون عملت كده في نفسها بسبب المشاكل اللي كانت دايما بتحصل ما بينهم دايما، بس برضه يقول ويأكد إن العلاقة ما بينهم في آخر فترة كانت كويسة جدا. وفي الآخر القضية تتأيد ضد مجهول وكمان زهراء تدفن. في العراق بقى لما القضايا بتتقفل، القضايا دي كلها بتروح لمكان اسمه مكافحة الجرائم علشان القضايا دي كلها تتراجع تاني قبل ما تتقفل نهائي. فالضابط اللي بيراجع قضية زهراء في مكافحة الجرائم يلاحظ إن تقرير الطب الشرعي طلع وقال إن سبب الوفاة هو الخنق، يعني زهراء ما ولعتش في نفسها ولا حاجة زي ما الكل كان متوقع، لأن سبب الوفاة الخنق. فطبعا بدأ يبحث في القضية تاني ويفتح ملف القضية ويبدأ تحقيق تاني في القضية ويعمل تحريات كاملة عن جوز زهراء اللي هو حيدر، فيعرف إن في مشاكل كتيرة كانت بتحصل بين زهراء وحيدر، وإن زهراء دي بنت كويسة جدا ومؤدبة ومحترمة وما كانش لها علاقة بأي حد غير بأهل جوزها وبجوزها. فيبدأ الضابط ده بقى يشك في الزوج اللي هو حيدر، ويتم كمان القبض على حيدر. وحيدر بقى والضابط بيحقق معاه قعد يضغط عليه جامد جدا في التحقيقات لحد ما حيدر يعترف ويقول أيوة أنا اللي عملت كده في زهراء، ويقول لنا بقى أسبابه. حيدر يقول بقى سبب إن هو عمل كده في زهراء مراته لأنه شك فيها إن هي عارفة واحد تاني. فيبدأ ضابط الشرطة يقول له بقى إيه دليلك على الشك ده إن مراتك بتخونك فعلا، أو إيه اللي خلاك أصلا تشك في مراتك؟ يقول له أنا أخويا اللي ساكن معايا في نفس العمارة وهو معدي مرة من قدام الشقة بتاعتي الساعة 12 بالليل، سمع زهراء وهي بتتكلم في الموبايل اللي أنا كنت جايبه لها جديد، بتتكلم وقال لي ممكن هي تكون بتكلم واحد وعارفة واحد عليك. فأنا بقى اتضايقت جدا وخدت الموبايل بتاعها لان انا كنت عارف الباسورد بتاعها، وقعدت اقلب في الموبايل بس ما لقيتش اي حاجه تدل ان زهراء بتخوني، وما لقيتش اي ارقام على الموبايل غير رقم واحد غريب كان رنن على الرقم بتاعها. فانا حملت برنامج على الموبايل بتاع زهراء مراتي علشان يرجع كل المكالمات وكل الرسائل المحذوفه علشان اعرف هي بتخوني مع مين، بس برضه ما لقيتش اي مكالمات غريبه ولا اي رسائل غريبه، وإن موبايلها فاضي خالص مفهوش غير لعبة لودو وكمان الرقم اللي رن عليها الرقم الغريب ده. علشان ضابط الشرطة يقول له أكيد بقى أنت اتصلت بالرقم ده وشفت يعني ده رقم مين؟ قال له لأ أنا ما اتصلتش بالرقم ولا عرفت ده رقم واحدة ولا واحد أصلا، أنا بدأت أتكلم مع زهراء وواجهها يعني وأقول لها أنت أكيد بتخونيني وبتكلمي حد على الموبايل، وأكيد اللي بتخونيني معاه ده جبت رقمه من على لعبة لودو، علشان زهراء تبدأ تقول لي إن هي ما تعرفش حد وما كلمتش حد وده رقم رن وهي أصلا ما ردتش على الرقم ده، وإن هي ما تعرفش أي حد من على لعبة لودو وهي بتدخل تلعب اللعبة دي عادي زي ما أي حد بيدخل يلعبها من غير ما تتعرف على أي حد، لأن أصلا زهراء ولا بتعرف تقرأ ولا بتعرف تكتب. ويكمل بقى حيدر ويقول بس انا ما صدقتهاش وكنت برضو شاكك فيها لان مستحيل اخويا هيكذب عليا، واخويا قال لي ان هو سمعها بعد الساعه 12 بالليل وهو معدي قدام الشقه وهي تقريبا بتكلم واحد،
فهي كان لازم تعترف وتقول، فهي مرضتش تعترف وتقول لي هي بتعمل ايه ولا بتخوني مع مين. فانا قعدت اضربها لحد ما اغمى عليها، وبعد كده جبت المخدة وحطيتها عليها لحد ما خنقتها وماتت خالص. فبعد ما ماتت ما كنتش عارفة أعمل إيه في الجثة ولا هاداري الجثة إزاي، فقررت إن أنا هانزل المخزن الموجود تحت البيت وأجيب جيركن البنزين، وشال زهراء وقال أنا شلتها بسهولة وماتت كمان في إيدي بسهولة لأن جسمها كان نحيف وضعيفة جدا، وخدها وطلعها على السطح. وبعد كده حط جثتها على الأرض وقال حيدر إنه دلق جيركن البنزين كله على دماغها، علشان دي دماغها اللي فكرت بيها إن هي تخون بيها حيدر جوزها. وبعد ما طلع الجيركن البنزين كله على دماغها ولع فيها، فعشان كده كانت جثة متفحمة جدا، وخاصة بقى منطقة الرأس لدرجة إن أسنانها كانت دايبة من كتر النار والبنزين اللي وقع عليها. فطبعا يعني أنا بعد ما حكيت لكم القضية دي مستغرباها جدا، ومستغربة إزاي هو يعمل كده في مراته لمجرد إن هو شك، أو أخوه قال له إن أنا تقريبا إن أنا سمعتها بتكلم واحد في التليفون. هو إيه ده؟ يعني هو القتل والموت كده وإن الناس تقتل بعضها بقى بالسهولة دي؟ إزاي يعني الكلام ده؟ يعني حيدر ده أنا مش عارفة أقول عليه إيه. سايبالكوا طبعا تقولوا انتوا رأيكم عن حيدر في التعليقات، وعن قراره الفظيع إن مراته بتخونه من غير أي دليل هي بتخونه. وفي 2000 بقى 23 اتحكم على حيدر بالإعدام. وطبعا ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في القضية في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك لقناة كلام موزون.